لو قلتلك إن الموت مش نهاية الحكاية، لو قلتلك إن في حاجات أسوأ من الموت بكتير، هتصدقني؟ كانت الساعة 3:15 بالظبط بالليل لما أحمد فتح عينيه لقى ضلمة مش شايف فيها أي حاجة نهائي. ما كانش فاهم فيه إيه ولا هو فين. آخر حاجة كان فاكرها إنه كان راجع من شغله، وبعدين حصل له حادثة عربية وأصوات ناس حواليه بتصرخ، وبعدين ضلمة ومش فاكر أي حاجة. أحمد فاق وبيقول لنفسه أنا فين؟ بيحاول يحرك إيديه بس ما قدرش، حاسس إنه متكتف أو مربوط، مش قادر يتحرك. حاول يصرخ بس صوته ما طلعش. صدى صوت كان بيتردد في المكان الضيق اللي قاعد فيه، زي أوضة ضيقة قوي. الصدمة ما كانش قادر يستحملها لحد ما بدأ يفهم هو فين بالظبط. حط إيده على السقف اللي فوقيه والحيطان اللي حواليه، سقف بارد وحيطة صلبة. حط إيده على جنبه يمين وشمال، وعلى الأرض تراب وقماش، وإيده خبطت في حاجات غريبة كده مسكها زي ما يكون عظم. لا لا، مش ممكن. قلبه كان هيقف. أحمد اكتشف إنه كان في القبر. النهاردة الساعة كانت 11 الصبح لما أهله ودعوه للمرة الأخيرة. أمه كانت بتصرخ وتقول ابني مات، ابني كان شاب صغير. وأبوه واقف ساكت تماما، والدكتور قال للعيلة آسف، هبوط في الدورة الدموية مفاجئ، مفيش حاجة كان ممكن نعملها. لكن الحقيقة إن أحمد ما كانش مات، كانت غيبوبة بس قوية شوية، وكل الدكاترة غلطوا في التشخيص. أحمد قعد يحاول يفهم اللي حصل له. فجأة حس بحاجة بتتحرك جنب رجله، حاجة ناعمة وباردة بتزحف على جسمه ببطء. ايه ده؟ في ايه؟ فكر هو بيحاول يحرك رجله بس ما قدرش يتحرك كتير. المكان كان ضيق. الحاجة فضلت تزحف لفوق على بطنه وبعدين على صدره. أحمد حس بأشعار في جسمه كلها. بعد كده عرف إن ده تعبان، تعبان ضخم بيزحف على جسمه. الدنيا ضلمة مش شايف أي حاجة. حس بجسم التعبان البارد بيضغط عليه، وحس بلسانه الصغير وهو عمال يطلع كل شوية ويدخل على جنب ودنه. لا لا، ابعد عني. حاول يصرخ بس صوته كان مخنوق ومش قادر. الهوا كان قليل في المكان. التعبان لف حوالين رقبته وبدأ يضغط بالراحة وبعدين أقوى. أحمد حس إنه هيتخنق، والضلمة بدأت تزيد قدام عينيه. فجأة التعبان اختفى كأنه داب في الهوا. أحمد فضل في مكانه، كان بياخد نفسه بصعوبة، بس حس إن في حاجة تانية، حاجة مخيفة أكتر. المكان بدأ يتهز جامد من حواليه، والهوا في القبر بدأ يسخن جدا. سخن لدرجة إن أحمد جسمه كان هيتحرق، وبعدين يبقى بارد، وشوية يسخن وشوية يبرد. وبعد كده سمع صوت أهلا أهلا. الصوت ملا القبر، صوت مش بني آدم خالص، صوت مليان شر، صوت يخوف. صرخ وقال مين؟ انت مين؟ كان صوته بيترعش. رد عليه وقال له أنا صاحب المكان، انت في أرضي يا آدمي. فجأة نور أحمر خفيف ظهر في القبر. أحمد شاف حاجة مرعبة قدامه، مخلوق طويل وجسمه نحيف، عينه حمرة زي الجمر وأسنانه طويلة وحادة زي السكاكين. عارف انت فين؟ انت في مملكتي، مملكة اللي تحت الأرض. الجن مد ايده الطويلة اللي ضوافرها زي المخالب وحط صوابعه على جبين أحمد. أحمد حس بحاجة زي الكهرباء بتخش في دماغه، وشاف صور مرعبة، مقابر مليانة عظم وأرواح بتصرخ ونار. شفت؟ ده مصيرك لو فضلت هنا، هتبقى واحد مننا. الجن اختفى، بس أحمد مهديش، لأن حاجات تانية بدأت تظهر. أرواح شفافة بتطوف حواليه في القبر، والمكان ضيق. أرواح ناس ماتت في عذاب، وشوشهم مشوهة من الألم وصراخهم صامت. كانوا بيمدوا إيديهم ليه وكأنهم عايزين يشدوه معاهم لمكان تاني. روح واحدة قربت منه قوي، روح ست عجوزة، عينيها كلها بياض مفيهاش سواد خالص، شعرها أبيض متنتف، وبقها مفتوح
في صرخة تقول له تعالى معانا. قالت له بالراحة، تعالى نفضل مع بعض للأبد. الأرواح بدأت تكتر حواليه وكلها بتهمس نفس الكلام، تعالى معانا، تعالى معانا. أحمد حس إنه هيتجنن، بدأ يخبط على الجدران وعلى السقف زي المجنون وهو عمال يصرخ سيبوني سيبوني، أنا مش عايز أموت. الأرواح اختفت، بس مكانها جه حاجة تانية. فجأة القبر اتملى بعشرات التعابين السودا الصغيرة، تعابين رفيعة وعينها حمرة وعمالة تعمل صوت فحيح، صوت مرعب. التعابين بدأت تزحف على جسم أحمد من كل حتة، على ايديه ورجليه وبطنه ووشه. حس بيها بتدخل جواه وبتزحف على جلده. واحد منهم وصل لرقبته ولف حواليها كأنه هيخنقه، والتاني بدأ يزحف حوالين عينيه اليمين، وتالت عند ودنه. ابعدوا عني، ابعدوا. فضل يصرخ بس التعابين زادت، فضلت تزيد. وصلوا مئات التعابين، كلها سودة وشكلها مرعب، كلها عايزة تدخل في جسمه. حس بواحد منهم بدأ يدخل من بقه والتاني من ودنه، والفحيح بدأ يزيد بقى جوه جسمه نفسه. والإحساس بالتعابين الباردة في جسمه خلاص مش قادر خلاه يصرخ. فجأة كل حاجة هديت، التعابين اختفت والأرواح مشيت والضلمة رجعت تاني. بس أحمد حس بحاجة أتقل، حس بوجود قوي كده، كأن حاكم الشياطين بنفسه نزل. صوت نده عليه بيقول أحمد. كان صوت زي الرعد، صوت مليان قوة وشر. رد وهو بيترعش أيوة. قال له أنا ملك الأرض دي، أنا اللي بيحكم كل اللي تحت التراب، وأنت دلوقتي في مملكتي. الصوت كان بيجي من كل حتة، من فوق ومن تحت ومن الحيطان. عندك اختيار واحد بس، يا إما تبقى عندي هنا تحت الأرض عبد للأبد، وإما. سأله وإما إيه؟ تاخد من قوتي تبقى نص إنسان ونص شيطان، وتطلع تشوف النور مرة تانية، بس هتشيل لعنتي معاك طول حياتك. أحمد كان في حالة تعب شديد، الجوع والعطش والخوف خلوه يفقد عقله تماما. سأله إيه اللعنة دي؟ مش هتقدر تنام تاني، كل ليلة هتشوف اللي شفته هنا، الجان والأرواح والتعابين هيفضلوا معاك أينما كنت. وكمان هتحتاج تاكل حاجة مختلفة. أكل حاجة مختلفة يعني إيه؟ الخوف، هتاكل خوف الناس، كل ما تقرب من حد هتمص خوف وطاقة، ولو ما قدرتش تاكل هتموت موتة بطيئة ومؤلمة. أحمد بدأ يفقد عقله تماما ويفقد تركيزه. كل الرعب اللي شافه، كل التعابين والجان والأرواح، كل الصور المرعبة كلها اتخزنت في دماغه. بدأ يضحك ضحك جنوني بصوت عالي، ضحك ممزوج بعياط وصراخ في نفس الوقت. أنا اتجننت، أنا اتجننت خلاص. بدأ يتكلم مع نفسه بأصوات مختلفة، كأن في ناس كتير بتتكلم جوه دماغه. أيوة، أوافق على اللعنة، أوافق، موافق، تمام، بس طلعوني من هنا. فضل يصرخ بصوت عالي، اللي انت عايزه هعمله. الملك قال له كما تشاء. فجأة أحمد حس بقوة خارقة مالت جسمه كله، بدأ يخبط في سقف القبر بعنف شديد، والسقف بدأ يتشقق والتراب بدأ ينهار عليه، بس هو فضل يحفر بإيديه لفوق. كان بيصرخ وهو بيحفر هطلع هطلع هطلع. أحمد فضل يحفر ساعات وهو بيصرخ ويضحك بصوت مجنون، صوته بقى عالي جدا مرعب، مش شبه صوت الإنسان العادي. أنا جاي، أنا جاي، الجان معايا، التعابين معايا، كلهم معايا. كان بيصرخ وهو عمال يحفر. فوق الأرض كان في راجل عجوز اسمه الحاج محمود بيشتغل حارس على المقابر. كان قاعد في الكشك بتاعه بيشرب شاي عادي لما سمع أصوات غريبة جاية من تحت الأرض. في الأول فكر إن دي قطط ولا حاجة، بس الصوت كان قوي جدا وصوت إنسان عمال يقول أنا جاي يا ناس، أنا راجع، وعمال يضحك. الحاج محمود وقف مفزوع وجري ناحية مصدر الصوت. لقى الصوت جاي من قبر اتدفن فيه واحد اسمه أحمد امبارح. يا رب استرها يا رب، ايه الصوت ده؟ فضل يقول كده وهو شايف التراب بيتحرك فوق القبر. ايد مليانة دم طلعت من التراب، وبعدين ايد تانية، وبعدين راس أحمد طلعت، وشه مليان تراب ودم، وشعر أبيض من الخوف والرعب، وعينه كانوا واسعين
وشكله شبه المجانين وعمال يضحك ضحكات مرعبة. أنا طلعت شايفهم، شايف التعابين، شايف الجن حوالينا هم مالين المكان. فضل يصرخ وهو بيطلع من القبر وبيضحك ضحكات مجانين. الحاج محمود صرخ صرخة رعب وجري يستغيث بالناس. الحقونا، الحقونا، في ميت طلع من قبره، الحقونا. بعد ساعة وصل الناس والإسعاف والدكاترة، لقوا أحمد جنب قبره بيضحك ويعيط في نفس الوقت وبيتكلم مع حاجات مش موجودة. ازيكم يا تعابين يا حلوين، تعالوا نلعب تاني. وانتم يا جن عاملين ايه، حد عايز يشرب شاي معانا؟ كان بيتكلم مع الهوا وهو مبتسم ابتسامة مجنونة. الدكاترة حاولوا يهدوه بس هو كان بيصرخ. ابعدوا عني، انتم مش شايفين اللي حواليا؟ مش شايفين اللي حواليكم؟ مش شايفين كل التعابين دي؟ هي هنا، هي على كتفكم دلوقتي. نقلوه المستشفى بس الأطباء قالوا إنه فقد عقله تماما. كان بيقضي الليل كله صاحي بيصرخ ويقول إنه بيشوف جان وتعابين وأرواح هما معايا، هما عايشين جوايا، مش هقدر أنام تاني. كان بيفضل يقول كده وهو عينه لونها أحمر من السهر. وأكتر حاجة كانت بترعب الأطباء إن أي حد يقرب منه كان بيحس بخوف شديد ملوش أي سبب، وبرودة قوية، وإحساس زي إن روحه بتتمص. فضل أحمد في المستشفى النفسية عايش بس مش حي، عاقل بس مجنون، وكل ليلة بيشوف نفس الكوابيس: التعابين السوداء والجان الأحمر والعينين والأرواح اللي بتتعذب. ولحد النهاردة لو مريت قدام المستشفى النفسية وسمعت صراخ عالي في نص الليل، اعرف إن ده أحمد لسه بيشوف الرعب اللي شافه في القبر كل ليلة للأبد. وده كان مصير اللي رجع من الموت، رجع بجسمه بس عقله فضل مدفون مع الشياطين. من الليلة دي حياة أحمد ما بقتش زي الأول خالص. ما كانش بيجوع ولا بيعطش، لكن كان دايما حاسس برغبة غريبة، رغبة في حاجة تانية. كان محتاج يتغذى على حاجة مختلفة، مش دم بس طاقة الناس، أرواحهم. كل ما بيقرب من حد الشخص بيحس بتعب شديد وبرد قارس، وأحمد يحس إنه بقى أقوى. شهر فات وأحمد بدأ يفهم إنه بقى مخلوق مختلف، مش مصاص دماء ولا جن، حاجة مختلفة، نص إنسان ونص كائن شرير من عالم تاني. كل ليلة كان بيشوف المخلوقات التانية من المقابر، كانوا بيظهروا له في المراية وفي الظل حواليه وفي أحلامه. ازيك يا أحمد، حاسس بالتغيير؟ كان الكائن اللي بيضحك بصوته. انت عملت فيا ايه؟ خليتك زينا، مخلوق من الدنيتين، مش حي ومش ميت. كمان شوية هتبقى تحتاج تاخد أرواح كاملة مش بس طاقة. لأ، أنا مش هعمل كده. مش هتختار يا أحمد، الجوع هيخليك تعمل حاجات ما كنتش تتخيل إنك تعملها، وكل ما تاخد روح هتبقى أقوى وشرك هيزيد لحد ما تبقى زي الشياطين بالظبط. أحمد حاول يقاوم، حاول يعيش عادي، بس كل يوم كان صعب عن اللي قبله. الرغبة في الأرواح كانت بتزيد والأصوات في دماغه كانت بتزيد لحد ما جه اليوم اللي استسلم فيه. أول ضحية كانت الجار الصغير، طفل عنده 7 سنين، كان دايما بيلعب قدام البيت. أحمد ما قتلهوش بس لمسه بس، وأخد روحه في ثواني. الطفل وقع على الأرض وقلبه وقف وابتسامته البريئة لسه على وشه. من الليلة دي أحمد ما بقاش إنسان، بقى شيء تاني، شيء مرعب بيتغذى على أرواح الأبرياء. وكل يوم شره بيزيد وجوعه بيكتر وظلمه بيزيد. أما المقبرة اللي طلع منها فضلت تطلع أصوات غريبة كل ليلة، همسات وصويت وضحك وأصوات شياطين وخطوات بتمشي في القبور. لأن أحمد لما طلع فتح باب بين العالمين، وبقت المخلوقات التانية اللي مدفونة هناك تقدر تطلع هي كمان، واحد ورا التاني، يدوروا على أرواح جديدة ياخدوها. وانت لو مريت جنب مقبرة بالليل في الضلمة وسمعت أي همسات أو خطوات، ما تقربش، لأن ممكن يكونوا لسه جعانين. إيه رأيك في قصة أحمد؟ ده مصير كل اللي يدخل عالم الموت ويرجع تاني، بيرجع بجسمه بس عقله بيفضل هناك. طبعا كلنا عارفين إن في حالات كتير حصلت في الحقيقة زي دي، سواء ممثلين أو مشاهير أو ناس كتير اتدفنوا بالغلط على أساس إن هم أموات وطلعوا أحياء. في منهم اللي رجع وعاش بس طبعا اتجنن أو نفسيته اتدمرت، وفي منهم اللي مات فعلا في القبر من الصدمة أو من الخوف.
أو من اللي شافه. لو عجبتك القصة وحبيت تسمع حكايات رعب أكتر زي دي، ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل قصة جديدة. ولو مريت جنب أي مستشفى نفسية بالليل وسمعت صراخ، ما تقربش، ممكن يكون في ناس تانية رجعوا من الموت بس عقلهم لسه هناك. سلام.